بالله شوفوا طنجة، شوفوا النظافة وشوفوا المعمار نتاعهم محلاه. اليوم باش نوريكم أكلة غريبة برشا أما بنينة برشا. بالنسبة للمغرب غير باش تكتشف البلاد، ولكن أول لقمة ديال الببوش وأول منظر شافته في طنجة خلوها تقول واش أنا بصح في المغرب. أنا توا في جامعة الفنان في المغرب ولا محلاها، واحد يبدل الجو شوية، يخرج من مصر ويجي للمغرب. استناو حتى تشوفوا شنو لقات في الأوريكا. الأحياء ونلقى شنو نلقى ملاوي تونسية. والله أنا شهيت على الآخر، ضربت 5 حاشا عينيكم، روحت بيهم باش ناكلهم. ملاوي بنينة. السلام عليكم، مرحبا بكم وشكرا على المتابعة. اليوم غادي نعيشوا معكم رحلة ديال سائحة تونسية قررت تكتشف المغرب لأول مرة، ولكن اللي عاشته ما كانش مجرد سفر، كان واحد التجربة اللي دخلت لقلبها. من أول ما وصلت لطنجة كانت كتقلب بعينيها على كل تفصيلة، ولكن الحاجة اللي شدت انتباهها مباشرة هي نظافة الشوارع والتنظيم ديال المدينة. قالت ما كنتش متوقعة نشوف طنجة بهذا الجمال، ولكن طنجة ما وقفتش هنا، لأن منين بدات كتشوف الجبال والمناظر الطبيعية والبحر حست براسها وسط لوحة مرسومة. ومن بعد جا وقت الأكل، وكانت عندها الجرأة تجرب واحد من الأطباق اللي معروفين في المغرب، شوربة البوبوش. اليوم باش نوريكم أكلة غريبة برشا أما بنينة برشا. بالنسبة للمصريين هيا شنو قولكم فيها؟ اعطيوني رايك. وكا مشينا لواحد يبيع أكلة تحفونة برشا اللي هي هاكا الحلزون بابوش اسمه. متردد شوية، ولكن منين ذاقت أول معلقة تبدل تعبير وجهها بالكامل. بقات ساكتة لحظات ومن بعد ابتسمت وقالت بمعنى علاش ما جربتش هادشي من قبل. ولكن اللي عجبها أكتر ما كانش غير المذاق، كان الجو كامل، الناس، الأسواق والدفء اللي كتلقاه في كل بلاصة. في المغرب أما عندي برشا مريتوش في تونس. بالله شوفوا طنجة، شوفوا النظافة وشوفوا المعمار نتاعهم محلاه، شوفوا الكياسات نتاعهم. وقالت إن المغرب وتونس قريبين فبزاف ديال العادات والتقاليد، ولكن كل بلاد عندها الروح الخاصة ديالها. ومن طنجة قررت تكمل الرحلة وتمشي لمراكش. ولكن هنا كانت المفاجأة الكبيرة، منين وصلت لمنطقة أوريكا شافت واحد الجانب آخر من المغرب، الجبال، الوديان، الطبيعة والقرى اللي وسط الأطلس. وقفت كتشوف المناظر قدامها وكأنها ما بغاتش تصدق أن نفس الرحلة اللي بدات في طنجة وسط البحر والمدينة وصلت بهذا الجمال الطبيعي وسط الجبال. وقالت المغرب ماشي غير مدينة وحدة، كل مرة كتظن أنك شفتي كل شيء كيلقاوك بمنظر جديد. ولكن أكثر حاجة بقات في بالها هي الناس، فين ما مشات لقات الابتسامة، الترحيب والمساعدة. وهذا الشيء خلاها تحس أنها ماشي غير سائحة جاية تزور، ولكن ضيفة مرحب بها. وفي آخر الرحلة قالت جملة كتختصر التجربة كاملة: جيت للمغرب باش نشوف البلاد، ولكن رجعت وأنا حاملة معايا ذكريات ديال الناس، الأكل، الطبيعة واللحظات اللي عمرني غادي ننساها. ودابا بغيت نسولكم أنتم، إلا جاتكم سائحة تونسية لأول مرة للمغرب، شنو أول بلاصة غادي تنصحوها تزور؟ طنجة، مراكش، أوريكا ولا مدينة أخرى؟ وإلا كنتي تونسي أو مغربي قول لينا في التعليقات شنو أكتر حاجة كتجمع بين المغرب وتونس. كتبوا لنا رأيكم. عسلامة، أنا كتونسية في المغرب حاليا. بطبيعتنا احنا التوانسة ما عندناش عقد، نشجعوا الفرق حتى لو تونس خرجت، بالعكس نفرحوا لأي فرق عربية انها تترشح، لذلك احنا باش نشجعوا المغرب وباش بغينا نشوفوا التعليقات ديالكم ونشوفوا شكون عنده أحسن اقتراح. ديروا لايك، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، وخليونا نكتشفوا المغرب مع بعضياتنا. ديما المغرب، ومرحبا بكل واحد كيزور بلاد. أنا توا وصلت للشفشاون، سألت على قهوة باش نفرج فيها في الماتش، نعطوني على قهوة التونسي. ديما التونسي عنده بسمة في كل بلاد. هاكا باش نصور لكم القهوة. وصلنا قهوة التونسي وهاكا في شفشاون. تحفة فنية، أصلا شفشاون تهبل، بلاد محلاها، عملوا من جبل، عملوا منه متحف، عرفتوا متحف مزيان يهبل. هذه قهوة
ان شاء الله المغرب تربح يا رب ان شاء الله. مبروك للمغاربة، وإن شاء الله كل عام وأنتم فرحانين بالفوز، وإن شاء الله يا ربي كل ما يجيك من هكا تبدأ فما احتفالات باش نحضرها معاكم. هو صورتكم المرة هذه من شفشاون أعلى نقطة باش نصور كيف كيف الغروب، وبلادكم ما شاء الله ما شاء الله مزيانة برشا، وربي يحفظها ويحفظ كل المغاربة. وباش نعيشكم معايا أجواء غروب الشمس في شفشاون المغرب. شفشاون المغرب كما تراو فيها بصراحة تحفة فنية، سبحان الخالق والله سبحان ربي. شوفوا محلاها. هذا وقت الغروب، الناس الكل يجيو لنا باش يتصوروا وقت الغروب، يصوروا وقت الغروب في شفشاون، ومع احتفالات المغرب المغاربة بانتصار المنتخب المغربي، وإن شاء الله كل عام وهما منتصرين يا رب، هما كل الشعوب العربية. هذيك شماريخ اللي كانوا توا يحتفلوا به شعب المغرب. شوفوا محلاها. المنتخب المغربي يلعب وانا في الاراضي المغربيه، يا رب ان شاء الله يوفقهم، وان شاء الله يشرفوا بلادهم ويشرفوا العرب. احنا كتوانسه رانا نحبوهم يربحوا ويشرفونا، والناس كلها مستنيه الماتش هذا. انا تو في البراق وماشيه لمراكش، ان شاء الله نخلط على الماتش، اما هكا ولا هكا في الحالتين انا لابسه التيشيرت المغربي باش كي نهبط ديريكت من المحطه نمشي نحتفل معاهم. ربي يوفقهم. ايه تو باش نصور لكم الطواجن المغربيه. شوفوا على الفحم يطير. هذا طاجين خضره، هذا طاجين ديال الخضره مع اللحم، هذا طاجين ديال الخضره مع اللحم، وعندنا طاجين ديال الدجاج. هذا كله طاجن باللحم. هذا الدجاج ياك ابراهيم؟ لا بيبي. بيبي شنو هو بيبي؟ لدان. اش معناه؟ لدان. هذا باللحم لدان، وهذا مع البرقوق. هذا مع البرقوق والزبيب. لحم بقره. هذا لحم البقر محلاه، هذا بنين. كاينه طنجيه. هذه طنجيه معروفين الناس مراكش هما اللي كيسووا. هذه طنجيه معروفه في مراكش. هي هذه الطواجن. نوريكم في وريكا شنو نعملوا بالضبط. تحب تمشي تشري اللحم من اي بلاصه ومن بعد تهزها يشويها لك، والا تاخذوا الطاجين باهي وتمشيو على ما ناكلوش هنا، احنا نهبطوا لوطا وين الشلال. تو نوريكم كيفاه. ومن بعد تختاروا قاعده كيما هكا، فهمتوا، على الواد على الشلال هكا، وتحطوا ماكلتكم وتاكلوا صحه وبالشفاء. الشلالات فيهم الماء بارد على الاخر، بارد على الاخر. مشينا على اساس ماشي لما حارت لنا للشلالات كل شيء، ومن بعد شدت المثال. شو المثال ما شاء الله. بوريكا اليوم اخر نهار ليا في المغرب. مشيت عملت دوره في جامعه الفنون، وبعد كملت الاوتيل رونالدو في مراكش. تو نوريه لكم اوتيل يهبل فيه كل شيء، الماركات الكل، كل شيء موجود وروعه، منظره روعه. وانتم تمشيوا لنا شوفوا البلاصه محلاها، منظفها حاجه روعه. تشوفوا حاجه جديده. هي المغرب كلها روعه، وفيها بلايص تحفه
عندك وين تتفرهد، سيرتو في الليل هذيا تاع ساريات مش نورمال تتفرهدوا وتشيخوا فيها. شوفوا محلاها باش نحاول نصوركم. انا صورت برشا فيديوهات على المغرب ان شاء الله نعطيكم كل مره حاجه من كثر ما هي مزيانه واحد ما ينجمش يصورها كلها مع بعضها. شوف البلايص قداش مزيانهم. اليوم وفات رحلتي في المغرب، الحمد لله عديت ايامات يهبلوا محلاهم فرهدت شخر. المغرب تستحق بالحق انه واحد يمشي يشوفها. ما كنتش باش انتم كان باش تجيو للمغرب، وان شاء الله كل مره نهبط لكم فيديو على البلايص المزيانه. راهي مزيانه، راهي تقتل، تهبل. اي حد يحب يشوف بلاصه جديده يجي للمغرب. المغرب مزيانه برشا وناسهم باهين برشا.